السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 3؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض lesson 3 في chapter 3 من كتاب المعاصر، كتاب Discover جريد 3 second term 2026. يلا بينا نشوف lesson 3 النهاردة بيتكلم عن ايه. طيب زي ما انتم شايفين ان lesson 3 العنوان بتاعنا بيقول ايه؟ امهotep. امهotep اللي هو منحطب ده طبيب من ايام الفراعنه، لو انتوا اكيد اسم فرعوني. منحطب ده او امهotep ده طبيب كان ايام الفراعنه، وكان مشهور جدا وعالج ناس كتير واكتشف امراض كتير وعمل لها طريقه علاج. فاحنا النهارده هنتكلم عن شخصيه فرعونيه كان طبيب وجراح ايام الفراعنه، اسمه ايه؟ اميهotep اللي هو منحطب. تمام. هنا بقول لي read the following text، اقرأ النص ده. then answers the question، وبعد كده جاوب على الأسئلة. طيب هنا بقول لي ادوين سميث بابيروس. ادوين سميث بابيروس دي بردية نسبناها لشخص اسمه ادوين سميث. يبقى احنا عندنا عارفين لما بيكتشفوا مقابر مثلا للقدماء المصريين او الفراعنه، دايما بيلاقوا معاهم برديات. يعني ايه؟ ورقه كده، الورق البردي ده البابيروس كانوا بيكتبوا عليه زمان، فبيبقى مكتوب فيها شوية بيبقى مكتوب عليها معلومات بتقول لنا مثلا الملك ده كان عنده كام سنة وكان عايش ازاي وكان ولاده ايه. احنا طبعا واحنا بنكتشف المقابر لقينا بابيروس بردية مكتوب، معروفة دلوقتي في العالم كله باسم ادوين سميث، نسبة للشخص اللي يمتلك البردية دي دلوقتي. تمام. البردية دي مكتوب فيها معلومات عن الميديسين، عن الطب ايام القدماء المصريين، وبالذات مين؟ منحوتب. تمام. اللي هو الطبيب اللي كان ايام الفراعنه. طيب يبقى ادوين سميث بابيروس. ادوين سميث بابيروس دي برديه نسبت للعالم اللي هو ادوين سميث. يبقى ادوين سميث ده اسم شخص والبرديه نسبناها ليه. It's known around the world for its description for ancient Egyptian surgical and medical practice. يعني ايه؟ يعني it's known هي معروفة around the world حول العالم for its description يعني البردية دي بتوصف لنا ancient Egyptians surgical الجراحة في مصر القديمة اللي هي العمليات الجراحية، وكمان الميديكال براكتس المجال الطبي. يعني هي بتشرح لنا مصطلحات طبية وعمليات. تمام. بتتكلم عن الطب ايام الايشنت ايجيبشن. يبقى ادوين سميث بابيروس دي بابيروس بتكلمنا عن السيرجيكال مجال الجراحة، ومجال الميديسين مجال الطب عند القدماء المصريين. طيب تعالى نشوف الهيستوري اوف ذا بابيروس دي، يعني تاريخ البردية، يعني اتكتبت من امتى يعني، وفي جواها ايه، وعرفنا من خلالها ايه. اول حاجة بالنسبة للهيستوري اللي هو تاريخ البردية، this papyrus is dated between 1500 to 1700 بي سي اي، من 1500 ل 1700 سنة بي سي اي، يعني before century، يعني قبل الميلاد. يعني البردية دي تقريبا من 1500 سنة ل 1700 سنة قبل الميلاد بي سي اي. تمام. but it may be a copy of text from even earlier، واحتمال تكون البردية دي copy يعني نسخة من نص كان موجود قبل كده. يعني ممكن البردية دي حد كتبها من كتاب قبل كده كان موجود الكلام ده فيه، فحد نقل الكلام ده. يعني احنا مش متأكدين هل هي الأصل ولا هي منقولة من حاجة تانية. يبقى it may be a copy، ممكن تكون copy يعني نسخة من تكست من نص كان موجود قبل كده. طيب it's not clear whether Imhotep himself or his student or followers wrote this papyrus. يعني it's not clear يعني احنا مش متأكدين قوي اذا كان امحاطب اللي هو الطبيب الفرعوني نفسه، ولا الستودنت الطلاب بتوعه، ولا فولورز ناس جم بعدهم هم اللي كتبوا البابيروس. يعني البرديه دي احنا مش عارفين مين اللي كتبها، اذا كان امحاطب نفسه منحتب اللي هو الملك الفرعوني، ولا هيز ستودنت الطلاب بتوعه، ولا الفولورز الناس اللي جت بعدهم هم اللي كتبوه. احنا مش عارفين، مش قادرين نحدد مين اللي كتب البرديه بالظبط. تمام تمام. طيب هنا بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ امحاطب may have identified and treated
over 200 diseases in his lifetime. هم بيقولوا بقى ان الملك اللي هو إمنحتب ده تقريبا identified يعني اكتشف and treated وعالج ما يقرب او ما يزيد عن 200 disease 200 مرض. كلمة disease يعني مرض during his lifetime اثناء فترة حياته، يعني لما كان عايش إمنحتب ده تقريبا اكتشف وعالج ما يزيد عن 200 200 disease 200 مرض، يعني عالج واكتشف اكتر من 200 مرض. His scientific approach to illness and injury eventually became a foundation for modern medical field. يعني ايه كلمة scientific approach؟ يعني انجازاته العلمية في مجال الالنس، في مجال المرض او الامراض والانجري والجراحة، تعتبر دلوقتي الفاونديشن الاساس بتاعنا لمين يا ولاد؟ للمودرن ميديكال فيلد، المجال الطبي الحديث. يعني احنا مثلا مش ما احنا دلوقتي عندنا الطب بتاعنا والجراحه، تمام؟ قال لك الطب والجراحه اللي احنا شغالين بيهم دلوقتي والعمليات الجراحيه اساسها كان فين؟ مين الفاوندر؟ مين المؤسس ليها؟ الفاونديشن الاساس بتاعها. واخدنا معلوماتنا دي منين؟ قال لك من إمنحتب اللي هو الطبيب الفرعوني. نتيجه انجازاته العلميه اللي هي الساينتفك ابروتش، انجازاته العلميه في مجال الالنس، مجال الامراض والانجري، مجال الجراحه، قدرنا يبقى عندنا قاعده للجراحة وقاعدة للطب، وبدأنا نفهم يعني ايه اصلا طب ويعني ايه عمليات جراحية. طيب this papyrus named by this name، ليه بقى البابيروس البردية دي سميناها ادوين سميث بابيروس؟ مع ان احنا احتمال اللي كتب البردية ده يكون مثلا إمحاطب، تمام؟ ليه احنا بقى سميناها ادوين سميث؟ الفكرة كلها يا ولاد ان ادوين سميث ده شخصية بوت، يعني اشترت البابيروس دي، اشترت البردية دي ان لوكسور، كان موجود في لوكسور يعني الشخص ده، واشتراها سنة كام؟ 1862 1862. اشتراها من ايجيبشن ميرشنت، جنرال مصري اسمه مصطفى أجا. مصطفى أجا ده شخص كان موجود في مصر، كان جنرال مصري، تمام؟ كان يمتلك البردية دي، تمام؟ فراح الراجل اللي اسمه ادوين سميث اشتراها منه لما كان موجود في لوكسور، واتسمت بقى باسمه وبقت معروفة في العالم باسم ايه؟ ادوين سميث بابيروس. يبقى احنا ليه سميناها ادوين سميث بابيروس مع ان الكلام اللي فيها مش تبع الراجل ده؟ احنا سميناها كده لان ادوين سميث ده اشترى البردية من ايجيبشن ميرشنت، جنرال مصري اسمه مصطفى أجا، تمام كده؟ تمام. طيب تعالى نشوف الكونتنت اوف ذا بابيروس، يعني محتويات البرديه دي كانت فيها ايه؟ يعني البرديه دي كانت فيها ايه؟ it describe almost 100 terms of body parts. يعني describe يعني وصفت ما يزيد عن 100 ترمز، مصطلح للبادي بارتس. عارفين اجزاء الجسم؟ يعني اجزاء الجسم بتاعتنا، احنا جسمنا فيه اجزاء كتيره جدا، صح؟ هو بقى تقريبا كان في البرديه دي اكتر من 100 كلمه تخص البادي بارتس، زي الهيد والنوز والايز وحاجات تانية كتير. وكمان it describe at least اللي هي ال 48 injuries and ways to treat them. وكمان من ضمن الكلام اللي كان موجود فيها ان هي تقريبا شخصوا وتقريبا ما يقارب من 48 مرض وازاي يعالج المرض ده، يعني حتى الامراض كانت مكتوبه، وكمان التريتمنت، طريقه علاج الامراض دي كمان. where every injury is described with the treatment, a likely outcome and notes. يعني لما جم يوصفوا اي انجري، اي جراحه مثلا زي العمليات الجراحيه الزايده ومش عارفه ايه، تمام؟ هم كمان برضو كانوا في البرديه دي شارحين الانجري، الجراحه دي، وعاملين لها ديسكريبشن ووصفوها، وكمان قالوا ازاي نعمل تريتمنت بالخطوات بالنوتس بكل حاجه، كانه كده عامل ستيبس، خطوات للعمليه، هتفتح في الحته الفلانيه ومش عارفه ايه الخطوات، وكمان طريقه التريتمنت اللي هي العلاج. بعد كده the examination described by the papyrus follow a process similar to modern doctors as follow. بقول لك بقى ان التشخيصات اللي كانت موجوده في البرديه، التشخيص بتاع المرض يعني تمام، زي اللي بيتعمل دلوقتي في العصر الحديث، نفس بالظبط المودرن دكتور، الدكتور اللي موجود دلوقتي بيعمله. مش انت حضرتك لما يجي الدكتور مثلا يكتب لك روشته، بيكتب لك العلاج وبتاخده امتى والكلام ده؟ طيب موجود في كتب الطب ايه؟ العضو ده والممكن مشكله تحصل فيه وازاي نعمل عمليه، يعني بالترتيب كده. نفس الفكره بالظبط موجوده في البابيروس. هنا people asked where they feel pain
or where it hurts. يعني مثلا ايه؟ لما واحد يروح للدكتور، الدكتور يقول له انت بتشتكي منين؟ طب الالم ده جاي لك من فين؟ كلمه بين يعني الالم، انت حاسس بالم فين؟ طب الوجع ده فين حته بالظبط في بطنك؟ طب الوجع ده في اسناني. تمام؟ فانت لما بتروح للدكتور بتبدا تقول الكلام ده. This question are followed by an examination of the injury when possible. يعني بعد ما الدكتور بيسالك الكلام ده، الدكتور بيبدا يعمل لك examine، يعني بيبدا يفحص بقى المكان اللي انت بتشتكي منه. A likely outcome is recorded after every entry. يعني كل ما بتروح للدكتور زيارة، تمام، بيبدأ يكتب بقى الحاجات اللي انت بتشتكي منها والكلام اللي انت بتقوله. Each record begin with the phrase اللي هي الآن element I will handle. تمام كده؟ يعني كل تسجيل، يعني كل حاجة كانوا بيسجلوها يعني مثلا وبيكتبوها كانت بتبدأ بفريز، بجملة ثابتة اللي هي الآن element. تمام؟ اللي هو دايما ايه؟ انا هحارب، كأنك انا هحارب. I will handle. تمام كده؟ I will handle يعني ومفيش حاجة هتحصل لي. عارف انت لما بتقول انا قوي، انا وشجاع، انا هتعالج، انا هخف. نفس الفكرة. زمان كانوا بيكتبوا كده في البرديات، يعني اي بردية كانت بتبدأ بكلمة ايه؟ an element I will handle. يعني I will fight. I will fight يعني انا هحارب المرض ده. تمام؟ which nothing can be done ومفيش حاجة هتحصل لي. تمام؟ خلاص يا ولاد، دي الجمله اللي كانوا بيفتتحوا بيها اي بابيروس. طيب نيجي بقى للكومبليت. نمبر 1 ذا سبيس ان ايشنت ايجيبشن ميديكال تكست. طيب ايه بقى اللي تعتبر كلام يخص المجال الميديكال، يعني المجال الطبي عند القدماء المصريين، اللي هي الادوين سميث بابيروس. ادوين سميث بابيروس اللي هو عنوان البرديه. يبقى هنا هنكتب ادوين سميث بابيروس. ادوين سميث بابيروس. تمام؟ طيب نمبر 2 ادوين سميث اهو، دي اهي. ادوين سميث بوت اشترى البابيروس. اشتراها من مين؟ من مصطفى اجا، اللي هو كان موجود فين؟ في الاقصر. يبقى ادوين سميث اشترى البرديه من مصطفى اجا. هنكتب هنا مصطفى اجا اللي هو كان موجود في الاقصر. طيب بعد كده بقول لي choose the correct answer. اختار الاجابه الصحيحه. ادوين سميث بابيروس is dated between اكتشفناها امتى؟ اللي هي 1500 1700، من 1500 ل 1700 بي سي اي قبل الميلاد. نمبر 2 ادوين سميث بابيروس. البرديه بتاعت ادوين سميث describe وصفت قد ايه terms، كم مصطلح للبادي بارتس؟ اكتر من 100، اكتر من 100 مصطلح للبادي بارتس. طيب نمبر 3 ادوين سميث بابيروس. البرديه دي نيم، دي سميناها باي ذيس نيم ريليتد تو. ليه سميناها على اسم ادوين سميث؟ نسبه للراجل اللي اشتراها اللي كان اسمه ادوين سميث. نمبر 4 ادوين سميث بابيروس. البرديه دي ديسكرايب وصفت ات ليست على الاقل كام انجري، كام مرض، والواي اوف تريتمنت وطريقه العلاج بتاعته 48. نمبر 5 سبيس may have identified and treated over 200 disease. مين العالم اللي تقريبا شخص واكتشف اكتر من 200 مرض؟ طبعا امحطب. طيب بعد كده هنا بقول لي بوت ترو اور فولس، هنحط صح وغلط. نمبر 1 ادوين سميث بابيروس describe almost 400 terms of body parts. لا هي ما وصفتش 400 مصطلح من مصطلحات البادي بارتس، لا هي تقريبا 100. طيب نمبر 2 ادوين سميث بابيروس describe at least 48 injury and way to treat them. صح. وصفت تقريبا 48 عملية جراحية وازاي نعالج منهم. نمبر 3 ادوين سميث wrote this papyrus. هل ادوين سميث هو اللي كتب البردية؟ لا احنا مش عارفين لحد دلوقتي مين اللي كتبها، اذا كان امحاطب ولا الستودنت الطلاب بتاعه ولا الفولورز.